هذه الصورة اللي ظاهرة أمامكم هي لأعلى 10 تماثيل بالعالم، واللي كل واحد من عندها يمثل حضارة وديانة شعب معين وشخصيات كان إلها تأثير كلش كبير بالمجتمع. بعضها يمثل تعبير عن الآلهة ومعتقداتهم، وبعضها يمثل طبيعة أو صفة تعكس معتقد ذلك الشعب. إذا تحب تعرف تفاصيل أكثر تابع الفيديو لله. السلام عليكم وحياكم الله، وياكم عادل فيديو جديد من كل يوم معلومة. المرتبة العاشرة للتمثال داي كانون الموجود في حديقة كيتا نيومياكو في اليابان. يبلغ ارتفاع التمثال 88 متر، وهو يمثل ثالث أطول تمثال باليابان. أكملوا العمل عليه في العام 1989 بعد 14 سنة. يحتوي التمثال على 20 طابق مع مصعد. المرتبة التاسعة هي لتمثال بوذا العظيم الموجود في تايلاند، ويعتبر أطول تمثال موجود في تايلاند وثاني أطول تمثال موجود في جنوب شرق آسيا والتاسع على العالم. يبلغ ارتفاع التمثال 92 متر. يقع على بعد 140 كيلو شمال مدينة بانكوك. التمثال مصنوع من البرونز المذهب، واستغرق العمل على التمثال 18 سنة، وأكمل العمل عليه في العام 2008. المرتبة الثامنة للتمثال جويشن غوانين اللي يقع موقعه بالصين، ويمثل الآلهة غديشان اللي تكون صاحبة ألف يد وعين، وهو رابع أطول تمثال بالصين، حيث يبلغ طوله 99 متر. تم إنهاء بنائه في العام 2009. المرتبة السابعة للتمثال سينداي دي كانون، واللي يقع في مدينة سينداي في اليابان، وهو أطول تمثال للآلهة في اليابان. وبالعام 2018 كان هذا التمثال من أطول 5 تماثيل بالعالم. في وقت إكماله في العام 1991 كان هو أكبر تمثال موجود بالعالم. المرتبة السادسة لتمثال الإمبراطور يان وهوانغ، واللي يكون موقعه بالصين. تم بناء هذا التمثال لإحياء ذكرى الأباطرة يان وهوانغ، وبدأ العمل على هذا التمثال بالعام 1987، واستمر العمل عليه 20 سنة. يبلغ ارتفاع التمثال 106 متر. المرتبة الخامسة لتمثال غوانين في مقاطعة هاينان في الصين، ويتكون من 3 جهات يطل أحدهما على اليابسة، والاثنين الآخرين يطلن على بحر الصين الجنوب. ويبلغ ارتفاع التمثال 108 متر، ويمثل التمثال آلهة الرحمة البوذية. استغرق بناء هذا التمثال ما يقارب 6 سنوات. المرتبة الرابعة للتمثال أوشيكو ديبوتسو في مدينة أوشيكو في اليابان. تم الانتهاء من بنائه عام 1993، ويبلغ طول التمثال 120 متر. تبلغ طول قاعدة التمثال 10 متر، وكان هذا التمثال هو أطول تمثال بالعالم بالفترة بين 1993 لغاية العام 2008. المرتبة الثالثة للتمثال لينين ستيكر الموجود في ميانمار. يصل طول التمثال إلى 129 متر، وهو أطول تمثال لبوذا في العالم، وهو تمثال مخصص لمؤسس الديانة البوذية غوتاما بوذا. يقف التمثال على قاعدة على شكل عرش بارتفاع 13.5 متر. يقع التمثال في قرية خاتاكان كوانغ قرب مدينة مونيو. بدأ بناؤه في العام 1996، وأكملوا بناءه بالعام 2008. البناء مطلي باللون الأصفر. المرتبة الثانية هي لتمثال الربيع لبوذا. يوجد هذا التمثال في مدينة تشانجو شرق الصين، واعتمدوا في بنائه على النحاس. يبلغ طول التمثال 153 متر، وأنفقت الحكومة الصينية 38.5 مليون دولار على بنائه، ويقدر وزن التمثال ب30 ألف كيلوغرام. يقع التمثال مقابل معبد يانينغ، والذي يعد بأنه واحد من أكبر 4 معابد موجودة بالعالم. المرتبة الأولى وأعلى تمثال موجود بالعالم لغاية هاي اللحظة 2023 هو تمثال الوحدة الموجود بالهند، والذي يعد بأنه طفرة
في عالم النحت والبناء الحديث. يبلغ طول التمثال 182 متر. بدأ العمل على التمثال في العام 2013 وتم إكمال العمل عليه في العام 2018، وبني التمثال من الخرسانة المسلحة والصلب والبرون. تمثال الوحدة هو عبارة عن نصب تذكاري لتخليد ذكرى الزعيم الراحل سردار فالاباي لدوره المؤثر في توحيد الهند بعد استقلالها من الاحتلال الإنجليزي عام 1947. وبهاي حبايبي ذكرنا لكم أعلى 10 تماثيل موجودة بالعالم. أتمنى فدتكم بالمعلومة. كتبوا لنا بالتعليقات على أي شخصية وأي موضوع تحبون نسولف بيه بالفيديو الجاي. نلتقيكم في فيديو جديد. أخوكم عادل الربيعي، في أمان الله.